السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة عالم تصليح الساعات. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، كتير أوي بيشتكوا منها. يجي يقولك إن الساعة بتاعتي، سواء ديت سواء الساعة ديت سواء الساعة دي، أي ساعة من دول بتقدم كتير، بتمشي بسرعة كتير. أول حاجة تفكر فيها يا جماعة إن الساعة دي تبقى متمغنطة. مش مشكلة، هنقول خلاص مش هنشيل المغناطة منها ومفيش مشكلة والحاجات دي، لكن احنا عايزين نفهم يعني ايه المغناطة الساعة. فبضطر استخدم جهاز الديماجنتايزر دوت او اللي هو ازالة المغناطة دوت، ان انا اشيل المغناطة من الساعة. لكن هو ايه اللي بيتمغنط في الساعة؟ ايه اهم حاجة في الساعة بتتمغنط؟ احنا لازم نفهم يا جماعة، ونفهم ليه الساعة بتقدم. احنا يا جماعة زي ما بقول دايما ان الساعات ده طبعا خبرة لا جدال، لكن علم قبل كل شيء. فلازم نفهم الاول ليه الساعة دي بتقدم لما بيحصل لها مغناطة، وازاي المغناطة دي بتوصلها. تعالوا كده نشوف مع بعض. اهلا بيكم. زي ما انتم شايفين، اي ساعة من دول بيجي صاحبها يقول لك ان الساعة ديت بتقدم مش كويس اوي، فبتفكر انت ان الساعة دي ممكن تكون متمغنطة. طيب يعني ايه متمغنطة؟ يعني ايه؟ ايه المغناطة دي بتعمل ايه في الساعة؟ طب ايه المشكلة بتبقى فين؟ المشكلة يا جماعة بتبقى دايما يعني 90% في الهير سبرينج، اللي هي الشعرة بتاعت ميزان الساعة، انها بتقصر. طب ليه بقى؟ نفهمها ازاي؟ تعالوا كده نفهمها مع بعض. اهو زي ما انتوا كده شايفين يا جماعة معايا، شايفين هنا البالانس عمال يروح ويجي، يروح ويجي، يروح ويجي. والعلامة بتاعت البالانس اللي هي في العرض ديت عمالة تروح وتيجي، عمالة تروح وتيجي. المروح والمجي ده يا جماعة ليه مدة معينة، والمدة المعينة ديت لازم تبقى هو رايح كده نفس المدة اللي راجع كده. يا إما هيحصل حاجة اسمها بيت ايلور، هيبقى حاجة يعني تبقى مش مظبوطة الساعة. وصعب جدا يا جماعة في معظم الساعات حتى بالذات القديمة بيبقى ان ده المسافة دي تبقى قد المسافة دي. هنفهمها كده مع بعض. ممكن تقولوا حاجات اللي انا بقولها دي صعبة، بس هنفهمها كده مع بعض. اهو هنا برضو لما هنيجي نشغل الساعة دي طول اهو، تلاقي بالانس يبتدي يشتغل زي ما تاخد بالك هنا من حاجة مهمة جدا. يعني شوف في فرق بين دي وبين دي، ملاحظ؟ بص معايا كده، ملاحظ ايه هنا؟ ملاحظ ان ده بيمشي اسرع من ده. شوف ده ماشي بسرعة جدا، اللي انت شايفه البالانس اللي تحت ده، لكن هنا ماشي بطيء. اذا هنا الامبليتيود بيبقى اقل، وهنا امبليتيود اسرع. وكل ما الامبليتيود يبقى عالي كل ما يبقى الساعة احسن وجديدة وما فيهاش اي تأخير في الساعة او تقديم او كده. ممكن طبعا تلاقي الموضوع صعب شوية، بس ايه، نفهمه مع بعض. هنشيل دول كده ونيجي نشوف. ادي البندول بتاع اي ساعة انت شايفه ده، بيحصل ايه؟ بيروح ويجي، بيروح ويجي. اهو زي ما انت شايف كده، ادي البندول بتاع الساعة بيتحرك. لو مسكناه كده هنسيبه بيروح كده ويرجع، بيروح ويرجع. لازم يا جماعة في الساعة لما يروح كده يبقى في نفس زمن رجوعه كده، يروح كده نفس زمن رجوعه كده. وده الايه؟ الامبليتيود، اللي هي نفس الحاجة اللي بتحصل في الساعة العادية بتاعتنا، اللي هي في البالانس اللي انت شايفه ده، اللي هو بيفضل يروح ويجي، يروح ويجي. طيب افرض الزمن ده اللي هو رايح ده كده مش قد ده، يحصل حاجه اسمها بيت ايرور. يعني في فرق في كل نبضه، اللي هي دي، ما هي كده الساعه بتعمل ايه؟ تيك توك، تيك توك، تيك توك، الصوت اللي تيك توك، الصوت اللي انت بتسمعه. فهو دوت لو حصل الفرق ده بقى موجود، اذا هيبقى في مشكله في الساعه، ان هي هتلاقيها بتقدم بسرعه كتير. معظم الساعات القديمه بيبقى فيها الايرور ده. الجديده يعني انها بيبقى معظمها متقنه جدا، بس برضو الايرور ده بيبقى موجود مع حركه الساعه ومع استخدام الساعه ومع تزييت الساعه ومع عمر الساعه، بيحصل فرق كبير. تعالوا كده هنفهم برضو بطريقه تانية على الورق هنا، نشرح الموضوع ده ازاي. اهو ده الكلام يا جماعه اللي احنا قلناه. شايف؟ ساعة بتروح وترجع، ساعة بتروح وترجع، ساعة بتروح وترجع.
لازم زمن المروح كده يبقى قد زمن المروح كده. ليه؟ هنقول مع بعض اهو. لو عندك من دول الساعة كده بيجي يمشي كده ويرجع كده وبعدين يرجع كده تاني. لازم الزمن وهو جاي من هنا كل دي يبقى قد الزمن من هنا، يا اما الساعة دي هتبقى مش مظبوطة، ولو كان في فرق يبقى ده اسمه حاجة اسمها البيت ايرور، وده مهم جدا، وده بيبقى مكتوب واضح جدا في الساعات القديمة واقل في الساعات الجديدة. طبعا في جهاز التايموجرافي دوت مش عايزين ندخلكم فيه على اساس الدنيا ما تبقاش ايه ملخبطة معانا كتير. طيب هو ايه علاقة البندول ده بالشعرة بتاعت الساعة؟ هو ده الاتنين حاجة واحدة اهو. شعرة الساعة اللي انت شايفها دي بتفضل تلف وتروح وتيجي اهي كأنها بالظبط التقل بتاعها اهو، زي ما انت شايف. لو انا شديتها دي كده فتحتها خالص هتلاقي هيطلع عبارة ايه، لما هتيجي تفكها هتلاقيها ايه، هي عاملة كده. هتفكها هتلاقيها في الاخر بقت خط مستقيم وحامل هنا هوت اللي هو ده اللي هو المركز بتاعه. هو ده بس هنا بتتحرك رأسي، يعني بتاع هنا بتبقى، لكن هنا بتبقى متعلقة رأسية وهنا بتبقى متعلقة أفقية، فعشان كده بيروح ويرجع يروح. هو نفس الفكرة دي، هي الفكرة دي. بيحصل ايه في مغناطيس الساعة؟ بتيجي تحصل ان ال ال ان الشعرة دي بتبتدي تلزق في بعض زي ما انت شايف. هنا ما شاء الله سليمة، هنا ما شاء الله سليمة، لكن دي بتيجي ايه تلزق هنا، تلاقي دي نزلت، دي لزقت هنا كده بالظبط زي ما انت شايف اهي. هتبقى كده. معنى كده ايه؟ ان كأن ده الخيط ده انا جايبه بقى مكعبل. يعني ايه؟ يعني بقى كده ولافف كده وقصر. معنى يقصر ايه؟ هيخلي الامبليتيود ساعة سريع وهوريها لكم دلوقتي في الفيديو دوت. شوف دي بتتحرك ازاي، شايف سرعتها ايه؟ طيب انا جيت مسكتها هنا حصل ايه؟ بص المنظر، بقت سريعة جدا. سبتها تاني اهي ترجع ايه. يبقى اذا لما بيقصر الحامل دوت او السلك دوت شوف بيحصل ايه اهو، بقت سريعة اهو. لو عادي اهو، شوف لو مسكنا هنا بيحصل ايه، بقت سريعة. اذا بتخلي عقارب الساعة تشتغل ايه بسرعة جدا، فتخلي الساعة تقدم ساعة 2 3. نفس الفكرة دي هي الفكرة اللي احنا قلنا عليها في الهير سبرينج بتاع الساعة. فهنا لما بيحصل في الهير سبرينج دوت بيحصل فيه مغنطة، بتبتدي الحاجات دي تلزق في بعض. كأن جبت الخيط ده ولزقته في بعضه كده، لزقته. يعني ايه لزقته؟ بدل ما كان طويل كده او اللي انت شايفه كده طويل، لا بقى قصير، بقى قصير كده. فيبتدي ايه تتحرك ايه بسرعة. لو سيبناها كلها شوف بقى هتتحرك ازاي ببطء، لكن لو مسكناها كده اهي شوف المنظر حاجة تانية خالص. معلش يا جماعة الموضوع برضو احنا عايزين نفهمه علشان نبقى ايه كل حاجة يعني عارفين ايه الاسباب الموجودة. فهنا بيحصل ايه؟ زي ما قلنا بيقصر. طالما دي لزقت في دي خلاص انت كأنك قطعت حتة منه اهي، تقول لازقه في بعض كده زي ما انتش. خلاص بقى طوله منين؟ بقى هو طوله كل ده اتشال، كل الحتت لغاية البداية بقت بدايته عندي البداية اللي هي بداية اللي انا ماسكه ده، مش من بدايته هنا. يعني الطبيعي يبقى بدايته من هنا، من الحتة دي اهو عشان ناخد الاكبر شوية. يبقى بدايته منين اهو، يبقى بدايته منين؟ من هنا. لكن احنا قصرناه ازاي؟ رحنا جايبين لازقين ده كده بالمغنطة، فطبعا بقى قسر. بقى بدايته فين؟ بقت بدايته هنا اهي، بدايته هنا بالظبط. يعني كل اللفات اللي بره دي خلاص انتهت. بقى الهير سبرينج او البالانس الشعره بتاعته يا دوب هي الحته دي، فبقى يشتغل بسرعه فبيسرع الساعه. دي حاجه بسيطه حبيت اوضحها لكم بس، لانها يعني هي مش عمليه ان انا استخدم الجهاز اللي قلنا عليه بتاع المغناطه او كذا، بس لازم نبقى احنا فاهمين هو ايه اللي بيحصل في الساعه وايه المشكله فيها. ودايما يا جماعه الساعات القديمه زي ما انت شايف
بتبقى الامبليتيود او الرايح والراجع اللي قلنا عليه، الرايح والراجع الرايح والراجع ده بتبقى بطيئة. لكن في الساعات الجديدة دي برضو مش جديدة قوي، بس اللي بتلاقيها ايه، سريعة سريعة جدا. وكل يا جماعة طبعا ليها حسبة، يعني لما بيبقى دايما بعد 250 260 ديجري اللي هي انهي، اللي هي المسافة دي، وبياخد البندول زي ما انت شايف اللي هو بيلف ده، بيفضل يروح كده اهو، ويروح كده، يروح كده ويروح كده. الزاوية دي كل ما تكبر يعني يبقى ايه، ماسك زاوية كبيرة كده، تبقى مش مثلا كده 180، لا هيبقى ياخد كده، يبقى يروح كده خالص ويرجع كده خالص، يروح كده خالص ويرجع كده خالص. فبيبقى ايه، ده الاحسن عشان بيمشي ببطء وبراحته، واخد كل الاكستنشن بتاع الهير سبرينج ديت او الشعره بتاعت الساوي، لانه بياخد كل طول الهير سبرينج دوت، ما يبقاش ناقص منه اي حاجه. طبعا هنكمل الحلقه ديت ان شاء الله، ونبين ازاي نشيل المغناطه اذا كانت موجوده، او ازاي نكشف عن المغناطه اللي موجوده. يعني حاجه مهمه جدا، وحبيت اشرحها لكم كده بحيث ان احنا نفهمها مع بعض كده. تحياتي لكم واشكركم، يا رب تكون قدرت اوصل لكم المعلومه ديت. الموضوع يعني معلومه غلسه شويه، بس ان شاء الله تكونوا فهمتوها. ارجو في التعليقات تقولوا لي اي حاجه، بحيث لو كنتوش فاهمين حاجه تقولوا لي. تحياتي لكم واشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.